ما معنى قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت؟ يوم القيامة تجمع هذه الوحوش والحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، ثم إذا اقتص بينها قيل لها كوني ترابا. كيف يمكن لكائنات غير مكلفة بلا عقل واع ولا كتب سماوية أن تقف في محكمة العدل الإلهية؟ دعونا أولا نحدد بدقة ماذا نقصد بالوحوش. الوحوش ليست الأنعام المستأنسة التي تعيش في أقعان، بل هي الحيوانات البرية الشرسة الكاسرة والنافرة بطبيعتها، الكائنات التي تعيش مستقلة متباعدة وتفر ذعرا بمجرد شعورها بأي حركة غريبة. فقط تأملوا معي ما يثبته علم السلوك الحيوان في واقعنا المشهود اليوم عند وقوع الكوارث الكونية الصادمة كالزلازل المدمرة أو الأعاصير العاتية أو الحرائق الهائلة التي تلتهم الغابات. في تلك اللحظات الرهيبة تصاب الحيوانات بذهول تام يسعق فطرتها، وتسقط غريزة المفترس والفريسة تماما تحت وطأة الخوف المشترك من الهلاك الجارف. فقد يجري الأسد مجبرا بجانب الغزال، والذئب يركض في خط موازن للحمل الشارد. هنا الحيوانات يفقدون شراستهم وعدائيتهم الفطرية، وتراهم يجتمعون ويتكتلون ويتبعون بعضهم بعضا في قطعان مختلطة، يندفعون وينساقون بقوة الخوف نحو وجهة المجهولة هربا من الموت. هذا الاجتماع القسري العارم والتكتل المدفوع بالرعب اللحظي من الكارثة هو الحشر الغريزي الطبيعي بعينه. فالقرآن يربط بين فزعين: فزع يضرب غريزة البشر فتذهل الأم عن رضيعها، وفزع يضرب غريزة الحيوان البري في سورة التكوير فيسلبها طبيعتها النافرة ويحشرها مع فرائسها في مكان واحد. فالقرآن يصنع هنا مقارنة بيانية مذهلة: ما كان مجتمعا ومألوفا من روابط البشر يتشتت ويتعطل، وما كان متفرقا ومخيفا من الوحوش يتجمع ويحشر. فهنا رسالة زجرية تهز الوجدان وتخاطب كبرياءك أيها الإنسان. إذا كان هذا هو حال الوحوش الضارية تذهل عن طبيعتها المفترسة ويقتلها الذعر حتى تحشر مستسلمة بلا حيلة أمام أمر الله قبل بدء الحساب، فكيف سيكون حالك أنت؟